أهلا بكم في حلقة جديدة من تاك توك. في الفترة الأخيرة ظهر على الساحة ابتكار جديد من ابتكارات السوشيال ميديا، وهي الفيديوهات القصيرة أو الشورت فيديوز. الشورت فيديوز مشهورة أكتر على تطبيقات زي تيك توك وغيرها. مؤخراً أغلب المنصات دلوقتي بقت بتتيح فكرة الشورت فيديوز، لأن الموضوع بدأ يبقى مؤثر خصوصاً في الأجيال الصغيرة وطريقة تعاطيهم أو تعاملهم مع السوشيال ميديا. في الحلقة دي هنكشف مفاجأة لا تتخيلها عن الشورت فيديوز بعيداً عن أي منصة بعينها، لكن هنتكلم عن مشاكلها وليه لازم ناخد بالنا إن التكنولوجيا وخصوصاً السوشيال ميديا بدأت تأثر على حياة ولادنا وأطفالنا وعلى مجتمعنا من غير ما نحس. برنامجنا هو أول برنامج في مصر والشرق الأوسط يتكلم عن مشاكل السوشيال ميديا وإزاي هتغير المجتمع وهتزود الاعتمادية والأمراض النفسية، وقناة اليوتيوب بتاعتنا موجودة تقدر تراجع الحلقات دي عليها. والحقيقة إن كل اللي نتبقنا بيه حصل، بس حصل أكثر منه، وده بقى خطر كبير جدا للأسف محدش واخد باله منه. لا دولة ولا تعليم ولا ثقافة ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا حتى أخصائيين نفسيين، مفيش يا محترم أي حاجة، صحراء جرداء في الملف ده. بما ان دورنا هو اننا نعرض لكم كل شيء بشفافيه ونعرفكم مشاكل التكنولوجيا وازاي تتعامل معاها، فلقينا انه من واجبنا اننا نفتح ملف الشورت فيديوز، خصوصا بعد الحوادث الاخيره اللي حصلت على منصات التواصل الاجتماعي، بالذات منصه تيك توك واللي معروفه باسم التحديات او التشالنجز. التحديات دي انتشرت في الفتره الاخيره زي ما قلت لحضراتكم على منصه تيك توك، وفي ناس كتير جدا اما تعرضت لاصابات ما بين بسيطه او خطيره، وفي شباب واطفال ماتت للاسف. يمكن آخر حادثة لحد كتابة الحلقة دي كانت حادثة الطالب أحمد خالد اللي عنده 15 سنة. طبعاً الطالب شارك مع زمايله للأسف في تحدي من تحديات تيك توك، أغلبكم شفتوه طبعاً، وفي الآخر الموضوع انتهى بكارثة والطالب اتنقل للمستشفى، وحضراتكم أكيد عارفين القصة أو قريتوا عنها. نتمنى له طبعاً الشفاء وإنه يقوم بالسلامة، لكن الموضوع في غاية الخطورة، ودي مش أول مرة للأسف ولا هتكون آخر مرة، وده جرس إنذار هنتكلم عنه في الحلقة دي مخصوص. يمكن نفوق، يمكن ناخد بالنا إن المجتمع مقبل على كارثة اجتماعية محدش فينا واخد باله منها. للأسف موضوع تحديات تيك توك من أكتر الحاجات إثارة للجدل في العالم كله، مش في مصر بس، لكن المجتمعات اللي زي حالتنا لما تنخرط أطفالها في التحديات دي يبقى لازم نقف ونشوف أسباب المشكلة إيه. الموضوع بدأ يعمل قلق كبير على المستوى الدولي، خصوصاً لما تعرف إن في أطفال كتير ماتت حوالين العالم في تحديات تيك توك المميتة دي. في نوفمبر لوحده بس التقارير بتتكلم عن إن أكتر من 15 طفل على الأقل ماتوا في تحديات على تيك توك معروفة باسم بلاك أوت. عندك في إيطاليا السلطات هناك طلبت من تيك توك حجب أي حساب مش معروف بياناته، ده غير حجب أي حساب لأي طفل أقل من 13 سنة على المنصة بعد ما طفلة ماتت في تحدي بلاك أوت. في الولايات المتحدة الأمريكية عدد الأطفال اللي ماتوا في التحديات بتاعة تيك توك بتزيد كل شوية، والوضع في مصر عندنا مش بعيد عن اللي بيحصل في العالم. ويمكن حضراتكم فاكرين موضوع تحديات كتم النفس اللي الأطفال كانوا بيكتموا نفسهم لحد ما يوصلوا لمرحلة فقدان الوعي، ده غير تحديات بقى العربيات وتحديات تانية كتير منتشرة بين الشباب. الأزمة إن الناس كلها مركزة على المحتوى على المنصة بتاعة تيك توك، يعني هتلاقي الناس كلها بتتكلم إن الشباب بيقلد التحديات، وإن لازم نمنع الفيديوهات بتاعة التحديات، وإن الفيديوهات الخطيرة لازم تتشال من منصة تيك توك، وإنه لازم يكون في تقنين للمسألة دي مع تقنين السن المناسب اللي المفترض يسجل على المنصة. ده كلام جميل الحقيقة، بس للأسف مش هي دي المشكلة الأساسية. الحقيقة إن المشكلة الأساسية تكمن في تصميم المنصة نفسها وفي نوعية الفيديو أو الشورت فيديوز اللي قلبت تشالنجز أو تحديات وغيرها. تخيل إن الإحصائيات اللي معلن عنها بتقول إن في أمريكا لوحدها حالات انتحار الأطفال من سن 12 ل 16 سنة زادت بمعدل 146% في خلال الفترة من 2007 ل 2018 بس. الحقيقة ده رقم مخيف من الأطفال وفي بلد واحدة، والرقم ده مرشح للزيادة خصوصاً بعد أزمة كورونا وزيادة استخدام واستهلاك الشورت فيديوز والمنصات دي، خصوصاً منصة تيك توك. طبعاً المنصة بتتعرض لهجوم كبير جداً على مستوى العالم، بدأت في دول كتير ترفع عليهم قضايا بسبب المشاكل دي والنوعية دي من الفيديوهات. لكن زي ما قلت لك أنا مش شايف إن المشكلة في المحتوى لوحده على قد ما هي الطريقة اللي بتشتغل بيها المنصة وطريقة التصميم ونوعية المحتوى. طبعا انت هتقول لي وايه علاقة تصميم المنصة بالشورت فيديوز بالناس اللي بتموت دي؟ لو عايز تعرف الإجابة يبقى خليك معانا بعد الفاصل. أهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا إن المشكلة مش بس في المحتوى، ولكن المشكلة تكمن في الطريقة اللي متصمم بيها منصة زي منصة تيك توك والشورت فيديوز. المنصة معتمدة على الذكاء الصناعي في فهم طبيعة المحتوى اللي بيتقدم لكل شخص، لكن المنصة اعتمادها أساساً على الشورت فيديوز، ودي فيديوهات قصيرة معتمدة على الإثارة وجذب الانتباه أكتر من أي حاجة تانية. لكن تفتكر ليه؟ وهل اللي بيعمل المحتوى أساساً عارف إنه موجود في دايرة صنعها الألجوريزم أو خوارزميات الذكاء الصناعي الخبيث؟ الإجابة لأ طبعاً.
الناس بتعمل المحتوى ده لأسباب كتير، منها لفت الانتباه أو تحقيق أرباح أو إرضاء ذات أو بسبب مشاكل اجتماعية ونفسية دفينة أو حتى لمجرد التسلية، فالأسباب كتير. لكن نوع المحتوى وترقيته ودعمه وتخصيصه لفئة معينة من المتصفحين للشورت فيديوز هو اللي عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا. اللي خلى تطبيق تيك توك هو الأكثر انتشاراً بعد الفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب هو نوعية المحتوى المثير للجدل اللي على المنصة، والطريقة اللي بيشتغل بيها التطبيق في فهم دماغ المستخدم وميوله بخوارزميات الذكاء الصناعي، ودي بتدفع المستخدم واللي بيستهلك النوعية دي من المحتوى إنه يقلد اللي بيشوفه على التطبيق. وما تنساش إن التطبيق أساساً أول ما ظهر كانت فكرته هي الغنى والرقص على الأغاني وتقليد الأغاني والحركات. طبعاً ده أظهر لنا مشاهير التيك توك، وللحقيقة لما تشوف الحسابات بتاعتهم مش هتلاقي أي محتوى ولا أي قيمة للي بيقدموه، غير إن أغلبه محتوى تافه ملوش أي قيمة على الإطلاق. ودي النوعية المهمة من المحتوى لخوارزميات تيك توك للأسف. مكان كل اللي فيه فيديوهات قصيرة ملاش أي قيمة، وده المحتوى الغالب زي ما قلت لك. والنوعية دي من الفيديوهات عاملة زي الفاست فود، سريعة، قصيرة، مسلية، ممتعة، محركة لكتير من المشاعر ومحفزة للدوبامين، ودي الخطورة واللي هنعرفها بالتفصيل النهاردة. الفيديوهات القصيرة دي مصممة على المنصة بالظبط زي فكرة الفاست فود، مش محتاجة أي تفكير، مش محتاجة أي مجهود، مش محتاجة وقت كبير ولا تجهيز ولا أي حاجة. مجرد ما تفتح الابليكيشن هتلاقي الفيديوهات نطت في وشك على طول، مش لازم حتى يكون عندك اكاونت. هنا بقى يجي دور الالجوريزم او خوارزميات الذكاء الصناعي اللي هتقدر تعرف انت بتحب ايه ومهتم بايه. مجرد ما تضغط على الفيديو هتحسب الوقت اللي هتقضيه بتتفرج على الفيديو والوقت اللي هتاخده لحد ما تقلب لفيديو تاني، او حتى لمسة الشاشة من فيديو لفيديو. كل ده بيتحلل عشان الخوارزميات تفهم انت بتفكر في ايه وتبعتهولك. حتى لو انت فكرت اللحظة في حاجة وغيرت رأيك، ممكن تلاقي نفسك دخلت في دورة لا نهائية من السكرول بلا وعي، وفجأة تلاقي نفسك دخلت مغارة علي بابا من المحتوى اللي ملوش أي 30 لازمة، غير إن مشاكله أكبر مما تتخيلها. وإن كانت بقى المحتوى ده مفيد بالنسبة لك أو مش مفيد، فأهلا بكم في حقبة الفاست فود والوجبات السريعة في السوشيال ميديا. تيك توك هو مضخة لمادة الدوبامين اللي بتحسسك بالسعادة، بالظبط عاملة زي الطفل اللي بيدخل محل لعب أطفال أو حلويات بتلاقيه مش مركز وعايز كل حاجة في المحل. هي نفس القصة، مجرد ما الطفل بيدخل على تيك توك بيلاقي نفسه في وسط محل الحلويات والألعاب، مصنع للدوبامين اللي ما بيخلصش. الأطفال اللي بتتفرج على الفيديوهات القصيرة دي واللي فيه منها ما بيزيدش عن 7 ثواني بيتربوا على إن هي دي الحياة وإنها لازم تبقى سريعة بالمنظر ده، وده بيخليهم ما بيحسوش بقيمة الحياة أصلاً، ولا بقيمة الوقت، ولا بقيمة التعليم، ولا أهمية التركيز والفهم العميق. قول لي أنت كده، هل في طفل دلوقتي أو شاب صغير عنده استعداد يقعد يسمع محاضرة ساعة متواصلة من غير تشتيت، من غير ما يفتح الموبايل بتاعه؟ بقابلني. لو فاكر ان الكلام اللي بقوله لك ده خزعبلات او مش كلام علمي، فانا عايز اقول لسيادتك ان في ابحاث كتير جدا بدات تظهر في الفتره الاخيره على تاثير الشورت فيديوز على سلوكيات الاطفال والشباب الصغير. ده حتى الابحاث اتكلمت كمان عن مشاكل الفيديوهات دي في الصين نفسها، زي البحث اللي حضرتك شايفه قدامك ده بيتكلم عن تاثير ادمان الفيديوهات القصيره على وجود الدوافع والمحفزات والسعاده الاجتماعيه على طلبه الكليات المهنيه في الصين. الموضوع حقيقي بقى أزمة كبيرة ومحدش منتبه ليها في الوطن العربي. أنا شخصياً ما شفتش أي بحث بيتكلم عن القصة دي، لا في العلوم الإعلام ولا العلوم الاجتماعية ولا علم النفس، وكأننا قاعدين نتفرج. موضوع البحث العلمي ده في حتة تانية، خلي طبق مسطور أحسن. المهم البحث بيقول إن تأثير إدمان الفيديوهات القصيرة دي خطير جداً على مستوى فترة الانتباه والتركيز للأطفال والشباب، وكمان قدرتهم على استيعاب المادة العلمية والتحصيل والدراسة والإبداع. وتقول لي بقى الأجيال الجديدة مالها؟ إيه اللي حصل لها؟ الحقيقة إن أغلبهم ضحايا للشركات العالمية والسوشيال ميديا والأهل والتعليم اللي مش مهتم بمخاطر التكنولوجيا والسوشيال ميديا. يعني بدل ما ندرس للأطفال إزاي يتعاملوا صح مع التكنولوجيا، لا، بنرميهم في البحر بقى مع الأجهزة الإلكترونية وهم يعوموا بقى مع سمك القرش والتعابين، كل واحد بقى يرمي مسؤولية على التاني. المدرسة تقول لك الأهل لازم ياخدوا بالهم، والأهل يقول لك ما المدرسة مش واخدة بالها، والنتيجة جيل ضايع وضحية بتنهش فيها الشركات العابرة للحدود عبر الإنترنت اللي بقى المية والهواء للحياة الحديثة من غير ما نكون مستعدين. الغريبة بقى يا أخي إن المحتوى اللي بيروج له تيك توك على المنصة بتاعته في الصين حاجة وبره الصين حاجة تانية خالص. يعني المنصة تحديداً بتغذي النوع ده من المحتوى للمستخدمين وبتشجع المستخدمين إنهم يقلدوا بعض في دايرة مفرغة من التخلف العقلي. في الصين بقى الموضوع مختلف تماماً. التطبيق الصيني تطبيق ما فيش فيه إعدادات للذكاء الصناعي الكبيرة اللي بتمتع بيها النسخة اللي بره الصين. ده غير إنه أساساً بيشجع السياحة والسفر والتعليم والأزياء والتصميم والتجارة الإلكترونية. ده غير إنه تسجيل الأطفال عليه مش مسموح إطلاقاً، وده شيء عجيب بصراحة. الحقيقة أنا مش عايز أكون مجحف في حق الناس اللي بتحاول تعمل محتوى كويس على تيك توك،
ولكن الموضوع متروك ليك كمستخدم. هل هتبقى فار تجارب وتنساق ورا الفيديوهات والترندز اللي الخوارزميات بتبعتها لك وتدخلك فيها في لوب لا ينتهي، ولا هتدور على محتوى مفيد تتفرج عليه؟ ده غير ان استخدامك اصلا للتطبيق لمده طويله خطر كبير، وده بسبب الطبيعه اللي متصمم بيها التطبيق علشان الشباب والاطفال يدمنوه، زي ما هنعرف بعد الفاصل. اهلا بيكم. تعال بقى نفهم هي المنصه دي بتشتغل ازاي، خصوصا مع موضوع الشورت فيديوز او الفيديوهات القصيره. تيك توك ومنصات الشورت فيديوز معتمده بشكل كبير جدا على تجربه شهيره في علم النفس اسمها سكينر بوكس او صندوق سكينر. فريدريك سكينر عالم علم نفس مشهور، ليه نظريه مشهوره في علم النفس بتدرس سلوك الحيوانات عن طريق المحفزات في صندوق مخصص للتجربه دي. واللي درس علم النفس المفترض يعني انه عارف التجربه دي، لانها بتدرس سلوكيات التعلم واكتساب المهارات والعادات او الدوافع عن طريق تكرار سلوكيات معينه. ودي واحدة من أهم النظريات في تفسير إدمان الإنترنت وألعاب الفيديو جيمز. تعال بقى نتكلم على السايكولوجي في منصات الشورت فيديوز. أول حاجة في صندوق إدمان تيك توك هي أول ما تفتح الأبليكيشن، وتحديداً أول فيديو بتشوفه لما تفتح الأبليكيشن، بخلاف أي منصة تانية من منصات الفيديو والسوشيال ميديا، تيك توك بيفتح الفيديو ويخليك تشوفه من غير ما ياخد موافقتك، عكس اليوتيوب مثلاً أو فيسبوك. فأنت محتاج تختار وتشغل الفيديو، ده غير إن اللي عامل الفيديو محتاج يخليك تقتنع وتضغط عليه وتشغله. ده في العلوم السلوكية معروف باسم نقطة القرار أو decision point. أساساً مش موجودة في تيك توك. بدل ما يخليك تقعد تدور وتقارن وعناوين فيديوهات وشكلها، هو بيديك على طول الفيديو في وشك، ودي مكافأة، لأنها كده بتحفز عندك نظام المكافآت في مخك من غير ما تحس كل ما تفتح الابليكيشن. هو كده بقى خلاك لازم كل شوية تفتح الابليكيشن عشان المكافأة. هي نفس التجربة بتاعت سكينر اللي شرحتها لك يا صديقي من شوية. في سكينر بوكس الفار بيضغط على الزرار ينزل له أكل، فخلاص كده هو عارف إن الزرار ده بيضغط عليه مكافأة، فيضغط عليه كل شوية يطلع له أكل. بسيطة، اضغط الأيقونة هتشوف الفيديو بشكل جديد يحسسك بمكافأة. طبعا أنت هتقول لي هو فين المكافأة هنا بقى لا مؤاخذة؟ المكافأة يا عزيزي ببساطة هي نوعية المحتوى اللي بيطلع لك من غير ما يبقى محتوى أنت قصده. ممكن يبقى محتوى مضحك، ممكن يبقى مفيد، ممكن يبقى هلس، ممكن يبقى ممتع بالنسبة لك، ممكن يبقى بيغذي عندك احتياج معين، ممكن بيحرك رغبات معينة. كل نوع من المحتوى بيطلق كمية مختلفة من هرمون المتعة والمكافآت أو الدوبامين. هنا بقى الخوارزميات بتلعب بالدوبامين في دماغك وبتفهم ايه اللي بتقعد تتفرج عليه اكتر، وايه اللي بتعديه بسرعه، وايه اللي بتعمل له لايك، ومين اللي بتعمل له متابعه. وكل جزء من الجزئيات دي بتتحلل بشكل كبير جدا لتحديد نوع المحتوى وجرعه الدوبامين اللي هتحس بيها مع كل فيديو هيبعته لك الالجوريزم. طبعا انت هتقول لي ما ساعات بيجي فيديوهات كده مش من اهتمامي وانا بعديها بسرعه وخلاص، فين بقى المكافاه هنا؟ لا، دي بقى حضرتك بتستخدم من الخوارزميات الرياضيه لفهمك اكتر، وكمان تجربة اهتمامك بمحتوى مختلف، وكمان تخليك تدخل في لوب الإدمان للسكرول بشكل دايم. هتقول إزاي يعني؟ من الآخر يا عزيزي، المكافآت المتغيرة أكثر متعة من المكافآت اللي ممكن تتنبأ بيها، ودي أكتر تحفيزاً للإدمان منها من أي حاجة تانية أنت متوقع حجم المكافأة فيها. كل ما كانت المكافأة غير متوقعة كل ما كان التطبيق أكثر إدماناً، ودي نفس النتيجة اللي أثبتها فريدريك سكينر في تجربته لما جاب حمامة وحطها في قفص وحط زرار ملون في القفص. وبما إن الحمامة متعودة على النقر، ففضلت الحمامة تنقر لحد ما وصلت للزرار الأحمر بالصدفة، وساعتها نزل قمح ليها فأكلته، فعرفت إن النقر على الزرار الأحمر بينزل القمح. سكينر بقى خلى الزرار ما ينزلش القمح اللي هو هنا المكافأة في كل مرة الحمامة بتضغط عليه، لكن خلى القمح ينزل بعدد نقرات عشوائية مش زي بعض. وبكده لاحظ ان الحمامه بتقعد تنقر على الزرار حتى لو هي مش جعانه. وهنا ياخدنا الموضوع لنفس سلوك البشر على ماكينات القمار. اللي بيلعب على ماكينه القمار بيضغط على ازرار ومش عارف ايه المكافاه اللي هتجيله، ويا ترى هتيجي ولا هيخسر. وهنا بدايه السلوك الادماني، لانك هتفضل تضغط على الزرار زي الحمامه بالظبط. هنا بقى نيجي لنقطه غايه في الخطوره، وهي ان ازاي بتحول السلوك لعاده بالنسبه لك، وهو سلوك السكرول. ودي خدعة بسيطة، واللي المفترض تعرفه إن السلوك مش هيتحول لعادة بسهولة زي ما أنت متوقع. يعني مثلا لو عايز تتعود تروح الجيم مثلا وتلعب رياضة، الموضوع محتاج مجهود ومجاهدة مع النفس وتدريب ووقت كبير لحد ما الموضوع يتحول لعادة بالنسبة لك. تيك توك بقى حول موضوع السكرول في الفيديوهات القصيرة لعادة بسهولة جدا، لأن أولا أنت مش محتاج مجهود، بلمسة على شاشة الموبايل في أي حتة تقدر تغير الفيديو. أضف إلى ذلك إن الفيديو أصلا قصير، وده يخليك تقلب بسرعة، وبكده هو حقق المعادلة بتاعة إن السلوك لما بتعمله بسهولة وبسرعة ومتكرر وفي وقت قصير هيتحول لعادة. ببساطة سلوك بسيط بيتكرر كتير بمكافآت مختلفة، ودي معادلة خطيرة للسلوكيات الإدمانية. أضف ليهم طبعا السكرول اللانهائي،
السكرول اللانهائي ده بيخلي مفيش أي نوع من أنواع لحظة القرار أو التفكير أو الديسيشن بوينت، أنت مسلوب الإرادة في لوب من السكرول اللامتناهي. عرفت بقى ليه الشباب بيدمن الفيديوهات القصيرة، وإزاي المنصات دي بتتلاعب بمخه وجرعات الدوبامين والمكافآت بنوعية المحتوى، وليه الأطفال بتقلد اللي بتشوفه على المنصات دي. الموضوع فعلا في غاية الخطورة ومحتاج وقفة. لكن هنيجي للسؤال الأصعب، إيه الحل بقى في المعضلة دي؟ الحل مش عندي لوحدي، أنا أقدر أقول لك نصايح شخصية تعملها مع نفسك، مع أولادك، مع أخواتك، زي ما أحاول أبسطهم لك في شوية اقتراحات بسيطة. لكن الحل الأكبر للوعي من الدولة، من المشرعين والإعلام والثقافة والتعليم والمنصات نفسها، وإحنا كناشرين للوعي وصناع المحتوى لازم يكون لنا تواجد. أما أنت بقى كمستخدم فالموضوع متوقف عليك برضه، إما إنك تملك اختيار إنك تدور على محتوى مفيد تتفرج عليه، أو تدخل في لوب من الخوارزميات الرياضية. كل سنة وأنت طيب. نصيحتي ليك اقفل النوتيفيكيشن بتاع التطبيقات دي أيا كانت، لأن النوتيفيكيشن هي الوسيلة لشد انتباهك وتذكيرك بالتطبيق. لكن بعض الناس للأسف حتى لو قافل النوتيفيكيشن فالتليفون في حد ذاته إدمان وبيفتحه حتى لو مش بيرن. نصيحتي ليك بقى في الحالة دي اخفي التليفون بعيد عنك لو انت شغال في حاجة محتاجة تركيز أو بتذاكر مثلا، خليه بعيد عن عينك أو بعيد عن إيدك واعمله سايلنت. النصيحة التانية صعبها على نفسك شوية، ما تعملش لوج ان اوتوماتيك للابليكيشنز، ده لو خليت مثلا الدخول للتطبيقات دي محتاج خطوات كتير هتكسل تدخل عليها كتير. لو مش قادر بعد كل ده احذف الابليكيشن، ولما تحتاجه نزله برضه، كده انت صعبتها على نفسك شوية. الأهم بقى اخترع لنفسك هواية أو عادة اعملها بعيد عن التليفون، ارسم، العب رياضة، اجري، اقرأ، أي حاجة ما تستخدمش فيها التليفون تملى بيها وقتك، هتبقى أفضل كتير 100 مرة. من الآخر التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وعلى الرغم من إن مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الشورت فيديوز ممكن تلاقي فيها بعض الفوائد اللي بيعرف يستفيد منها، لكن فكر دايما في التكنولوجيا كحل المشكلة. فكر هي التكنولوجيا دي بتحل مشكلة إيه بالظبط، والمشكلة دي مشكلة مين بالأساس، وهل هي مشكلتك ولا مشكلة ملاش علاقة بيك أساساً وإنت الضحية أو إنت اللي بتدفع الثمن. وعلى قد ما التكنولوجيا بتدينا حاجات كتير مفيدة، إلا إنها بتاخد مننا حاجات أكتر، وشطارتنا إننا نحدد إيه اللي هنخسره بمزاجنا بدل ما نخسره غصب عننا. استنونا في حلقة جديدة وتاك توك على القاهرة والناس.